تخيل معايا تكون في دارك، الدار اللي كبرتي فيها ويمكن حتى ولادك كبروا فيها أجيال، وفجأة بين ليلة وضحاها كيقولوا ليك صافي آخر الشهر خاصك تكون برا. هادشي ماشي خيال، هادشي راه واقع بصح. الناس في درب البلدية تما في درب السلطان في كازا. اليوم غادي نحاولوا نفهموا شنو قاري بالضبط لهاد الناس، علاش مهددين بالإفراغ، شنو علاقة التي جي في، وغادي نعتمدوا على داكشي اللي قالوا هما، يعني شهادات حية من فيديو كيوثق المعاناة ديالهم والمطالب ديالهم. يلا نبداو نفكوا هادشي شوية بشوية. شنو أول حاجة كتبان لك مهمة بزاف في هاد القصة؟ أهم حاجة يمكن هي نفهم الإطار العام. يعني هذا الإفراغ ماشي عشوائي، راه داخل في واحد الإطار قانوني سميته المنفعة العامة، وهو مرتبط كما أشرتي بالمشروع الكبير ديال القطار فائق السرعة التي جي في. والجهة اللي مسؤولة على هذه العملية حسب كلام الساكنة اللي في الفيديو هي المكتب الوطني للسكك الحديدية لونسيف. يعني هم اللي مكلفين بنزع الملكية والمفروض بالتعويضات. ولكن الصدمة اللي كيعبروا عليها الناس اللي حسيت بها قوية في شهادات هي الطريقة. يعني كله جعل غفلة، كيهضروا على أنه ما كاين لا حوار قبل، لا شي اجتماع يشرح ليهم والو، تفاجئوا وصافي خاصهم يخويو في آخر الشهر. يعني كيفاش الواحد يتلقى بحال هذا الخبر؟ تماما. وهاد النقطة ديال المفاجأة كتدخلنا نيشان في المشكلة الكبيرة الثاني، التعويضات. الأرقام اللي ذكرات بزاف من عند الناس هي 5000 درهم للمتر المربع ديال الأرض و2500 درهم للمتر المربع ديال البني، يعني الحيوط وداكشي اللي فوق الأرض. مم. والناس طبيعي كيشوفوا هاد المبالغ قليلة بزاف، كيقولوا ما كتناسبش نهائيا مع القيمة الحقيقية ديال المنطقة وديال ديورهم. فعلا هذه نقطة رجعت بزاف، كلشي كيأكد عليها. كيقولك ماشي أي بلاصة هذه، راه حنا في قلب كازا، حدا القصر الملكي، حدا الحبوس، قيصرية درب السلطان اللي معروفة. يعني بلاصة عندها قيمة كبيرة تاريخية وتجارية. وكاين اللي جبد واحد القضية مهمة، قالك في 2016 راه تقيم المترو تم في ديك الزنقانيت ب 41 ألف درهم. بالضبط. وشوف الفرق دابا بين 41500 درهم، فرق كبير بزاف. وسمعنا طيسوس زعما كتقيس في القلب، بحال ديك السيدة اللي عرضوا عليها شي 59 مليون سنتيم، إيه سمعتها. وهي كتأكد وعندها الأوراق أنها خسرت أكثر من 90 مليون غير في الإصلاحات ديال الدار. وهذا الدار كانت شراتها ب 27 مليون، وزيد عليها راه واحد الجزء صغير منها كان ديجا تقييم ب 82 مليون في 2016. يا لطيف، الأرقام هذه كتخلع وكتبين زعما الهوة الكبيرة بين شنو معروض وشنو الناس حاسين كيستحقوا أو فعلا خسروا. فعلا. وبعيد على لغة الفلوس والأرقام، الجانب الإنساني حتى هو صعيب بزاف. هضرنا على ناس ساكنين تما 50 عام، 60 عام، عائلات بأكملها فيها الجد والجدة والولاد والحفاد كبروا في ديك الدرب. سمعنا على ناس كبار في العمر، وحدة عندها 94 عام، أرامل، ناس يلاه واخدين كريدي على ديك الدار. ايه، هادشي كيزيد يصعب الوضعية. كما قالت واحد السيدة بواحد الحرقة، هذه حياتنا اللي هنا ماشي غير حيوط، هادو الجيران اللي ولينا عائلة. هاد الارتباط بالمكان والناس صعيب تفارقه. وما نساوش فئة أخرى اللي حتى هي في وضع حرج بزاف، الناس اللي غير كارين. كاين اللي كاري بواحد السومة اللي قديمة بزاف، 1000 درهم 200 درهم للشهر. هادو فين غيمشيو؟ بصح سومة الكريبرة برا شعلة فيها العافية. تماما. باش يلقى غير بيت في شي بلاصة أخرى خصو يمكن 3000 ولا 4000 درهم. الخوف ديال بصح من الشارع كاين عند هاد الناس. وزيد عليهم دوك اللي داروا مجهود كبير وخسروا فلوس صحيحة باش يصلحوا ديورهم، جابوا الرخص وضربوا تمارة. وفي الاخر التعويض ما يكافيش حتى يرجعوا به فلوسهم. بالضبط. كيقول لك التعويض ما يجيبش ليهم حتى الربع داكشي اللي خسروا. إذن قدام هاد الحالة كلها وهاد الشعور بالظلم اللي كيعبروا عليه، شنو باغيين هاد الناس؟ شنو المطالب الأساسية ديالهم؟ المطالب ديالهم إلى لخصناها من الشهادات كتبان بسيطة وواضحة ومنطقية. أولا هما ما كيعارضوش المشروع ديال تي جي في كفكرة، ما كيرفضوش المنفعة العامة، ولكن كيقولوا لا ضرر ولا ضرار. يعني ماشي ضد المشروع ولكن ضد الطريقة. بالضبط. كيطالبوا أولا وقبل كل شيء بحوار، حوار مباشر وجدي مع المسؤولين، باغين اللي يسمع ليهم ويفهم الوضعية ديال كل واحد. ثانيا كيطالبوا بتعويض عادل ومنصف، الصومة ديال دابا ديال الوقت ماشي ديال شحال هادي، تعويض اللي يمكنهم فعلا يبداو بحياة جديدة في بلاصة مناسبة. وخا. وثالثا المهلة،
خاص تكون مهلة كافية ومعقولة باش يقدروا يقلبوا ويلقوا فين يساقروا، ماشي هاد الزربة. وكاين اللي فكر حتى بالخطاب الملكي اللي كان دوا على نزع الملكية وشدد على ضرورة التعويض العادل للمتضررين. واضح. إذن عندنا من جهة مشروع تنموي كبير ومهم للبلاد، ومن جهة أخرى عندنا مواطنين بسطاء مهددين بفقدوا مش غير ديورهم ولكن حياتهم كلها اللي بنواها في ديك المنطقة، الذكريات، الإحساس بالأمان، معادلة ماشي سهلة. فعلا، وهاد القضية كطرح علينا كاملين وحس سؤال كبير وجوهري: كيفاش ممكن نوازنه؟ كيفاش نديروا التوازن بين طموحات التنمية الكبرى وحاجة البلاد للتطور، وبين الحقوق الأساسية ديال المواطنين، الكرامة ديالهم، خصوصا الفئات اللي كتكون أصلا هشة. ناس يتشردوا ويفقدوا الجذور ديالهم والتاريخ ديالهم في واحد البلاصة اللي عزيزة عليهم. كيبقى نقطة للتأمل والنقاش.